في صباح مشمس كان الثعلب نشيطا وسعيدا يركض في الشارع بين الأشجار ويقفز هناك، وكان يأكل موزة بشهية كبيرة، يضحك ويستمتع بوقته دون أن يفكر في أي شيء آخر. وكلما انتهى من الموزة كان يرمي قشرتها خلفه بعفوية، مر على الطريق ومر قرب الرصيف وكأنه يلعب لعبة لا يرى فيها أي خطأ. لم يعرف أن ما يفعله قد يسبب مشاكل، بل يظن أن الأمر بسيط لا يستحق الانتباه. وبعد لحظة مر طفل يمشي بهدوء في الشارع، لم ينتبه لقشرة الموز، فزلق فجأة وسقط بقوة على الأرض. تألم كثيرا ونقل إلى المستشفى، بينما كان الثعلب بعيدا يضحك ولا يدرك ماذا يحدث. وبعد مدة قصيرة كرر نفس الفعل، أكل الموزة أخرى ورمى قشرتها بدون تفكير. فجأة شاب يجري بسرعة فطلق هو أيضا وسقط وتعرض لإصابة خطيرة ونقل بدوره إلى المستشفى. ومع ذلك لم يفهم فارس أو الثعلب أن السبب هو تصرفه. استمر في اللعب والضحك وكان شيئا لم يحدث. وفي مرة ثالثة كان الثعلب يأكل موزة أخرى ويرمي قشرتها في نفس الطريق، ثم قرر أن يركض كالعادة، لكن هذه المرة لم ينتبه، فوضع قدمه على قشرة الموز التي رماها بنفسه، فانزلق بقوة وسقط على الأرض وشعر بالألم الشديد وبدأ يبكي وهو لا يصدق ما يحدث. أدرك حينها أن ما كان يفعله الآخرون قد عاد إليه، وأن الإهمال وعدم التفكير في النتيجة الفعلية قد يؤدي إلى عقوبة مؤلمة. هكذا تعلم الدرس، لكن بعد أن يصيب نفسه فهم أن نظافة وحرص على سلامة الآخرين أمر مهم لا يجب الاستغناء عنه.